بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الاعزاء في كل مكان، نحييكم ولقاء جديد دائما مع ابطال على الهواء. زي ما عودناكم في كل حلقه من حلقات البرنامج، النهارده بنقدم كل يوم مجموعه جديده تنضم الى قائمه الامل والتفاؤل والبطولات والانتصارات المشاركه في مونديال ريو جانيرو. كان بالامس عدد كبير من طبعا الفرق المصريه ابتداء بالكره الطائره والمصارعه والجودو وغيرها تاهلوا الحمد لله، ولكن النهارده بنشوف عدد كتير جدا من الالعاب الاخرى زي لعبه كره الريشه اللي الحمد لله تاهلنا لريو جانيرو. يمكن واحنا بنقول هؤلاء الابطال اللي تاهلوا دول فعلا ابطال بجد، في كل بطوله بيجيبوا ميداليه سواء كانت فضيه او برونزيه. احنا ما بنطمحش قوي في الدهب، ولكن الحمد لله اي بطوله اولمبيه بتبقى وسام على صدر كل المنتخبات المصريه. هنشوف النهارده قد ايه الاستعداد قوي جدا من خلال المعسكرات الخارجيه ومن خلال الاعداد القوي والبدني والنفسي، وايضا يمكن كتير قوي من الدعاوي اطلقتها طبعا الاتحاد المصري لكره الريشه عشان يبقى فيه استقبال ايضا هنا وبطولات دوليه على ارض مصر. اولا منها تنشيط السياحه ومنها ايضا اكتساب القوه والمهاره قبل ما يبقى فيه لقاء من خلال الحدث العالمي هو ريو جانيرو. فاصل ومع نستقبل ابطالنا في لعبه كره الريشه، هذه اللعبه اللي تعتبر من الالعاب اللي مصر متقدمه فيها جدا. ويمكن لما بنقول كره الريشه هي طبعا هنشرحها باستفاضه مع ابطالنا. هي قريبه طبعا للكره ولكن هي بيطلق عليها الريشه لما تتميز بخفه وثقه واقتدار في تصويب الهدف من خلال مضرب اللاعب. فاصل ومع نستقبل ابطالنا في لعبه كره الريشه. مشاهدينا الاعزاء، مره تانية بنقول لكل من يتاهل لريو جانيرو بالتوفيق والنجاح والتالق، لان دايما هذا المونديال بيضم افضل ونقول اجمل ما يقدمه اللعيبه من اداء مميز ومن بطولات وانتصارات. الميداليه اللي بيحققها اللاعب بيحققها لنفسه ولكن بيحققها لوطنه ومنتخبه، وتفضل وسام على صدره مدى الحياه، ودايما بيتذكره كل من يمارس هذه اللعبه بعد حتى اعتزاله. يسعدنا ان يكون معنا ومعكم من خلال برنامجنا ابطال الهواء اللي بنركز على كل ابطالنا بجد المتميزين في كل الالعاب الفرديه. في لعبه الريشه طبعا الكابتن احمد رمضان المدير العام للريشه للمنتخب المصري، واحد من اللعيبه المتميزين جدا. كان قبل ما طبعا يلتحق بالتدريب كان طبعا لاعب ذو خلق واداء وتميز. اهلا بيك معنا. وابطالنا وابطال نقول افريقيا والعرب كابتن هاديه حسني لاعبه منتخب مصر ريشه انسه، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. وكابتن عبد الرحمن كشكل لاعب منتخب مصر ايضا ريشه، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. كابتن احمد رمضان واحنا كابتن احمد رضا. كابتن احمد رضا واحنا بنقدمك النهارده من خلال برنامجنا ومن خلال طبعا استعدادكم الجيد اللي ان شاء الله ننتظر منكم ميداليه اكيد ان شاء الله في ريو جانيرو. ولكن عايزين نعرف المشوار قبل ما تتأهلهم او لسه في بداية التأهيلات عشان نقول ان شاء الله المنتخب ده رايح عينه على ميدالية مش مجرد مشاركة من باب العلم بس. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول حضرتك احنا بداية التأهيل بدأت من 1/5/2015، دي بدايتنا من 1/5/2015 لحد 1/5/2016. اللعيبة بتاعتنا اتجهزوا على اعلى مستوى تمرينات. بدأنا ان شاء الله بطولاتنا من 1/5 اللي هي بطولات تأهيلية. لعبنا عدد كم من البطولات، الحمد لله قدروا يحققوا نتائج كويسه قوي، قدروا يحققوا مراكز. كل المطلوب منهم ان شاء الله ان هم يحسنوا من تصنيفهم العالمي عشان باذن الله على 1/5/2016 الاعلان النهائي باذن الله للتاهيل ان شاء الله. البطوله الافريقيه الاخيره كانت فعلا بتضم النخبه المتميزين في لعبه الريشه، ولا كان في برضه بعض اللعيبه زي ما بنسمع بيبقوا مستنيين المرحله الاخيره من خلال المشاركه عشان يفاجئوا المنتخبات للتاهيل النهائي؟ لا، البطوله الافريقيه بتضم كل المنتخبات الافريقيه وكلهم لعيبه على اعلى مستوى، والحمد لله اللعيبه بتاعتنا الحمد لله قدروا يحققوا نتائج كويسه جدا. وهم حتى الان الزوج المختلط بتاعنا اللي هو كابتن عبد الرحمن وكابتن هاديه الاول على افريقيا حاليا، وان شاء الله باذن الله على 1/5 باذن الله يكونوا تاهلوا رسمي ان شاء الله. ان شاء الله. هل بنشوف دايما اللاعب المتاهل بيبقى له بيخضع لاعداد اخر سواء كان من الاحتكاك الدولي او المشاركه العالميه عشان يكتسب الخبره، ولا انتم ماشيين في خطه في المنتخب سواء مثلا ناس اتاهلت ما اتاهلتش في برنامج ماشيين عليه؟ والله حضرتك هو كان في برنامج محطوط في الاول مع المدير الفني كابتن محمود، كنا حاطين برنامج عشان خاطر تاهيل الاولمبياد وماشيين عليه الحمد لله لغايه دلوقتي، واللعيبه الحمد لله بيأدوا البرنامج على اعلى مستوى، وان شاء الله ربنا يسهل يكلل بس تعبهم ده باذن الله للتاهيل ان شاء الله. هاديه حسني تاريخ كبير في لعبه طبعا الريشه، ونقول دايما اللعيبه لما يبقى فيه
لاعيبه مصريه بتبقى دايما عندها نوع من الحماس والغيره عشان تثبت دايما ان هي مش اقل من الولد بل تتفوقه. مشوارك بدا من امتى ونقول الحمد لله احسن النتائج اللي انت حققتيها اللي بتحسي فعلا ان انت من خلالها هتتقدمي للميداليه برونزيه او فضيه ان شاء الله في ريو جانيرو؟ وانا مشواري اللي بدأ وانا عندي 11 سنة. قبل ريشة كنت بلعب جمباز وسكواش وفروسية، وبعدين بطلت سنة ده انت لعيبه شامله بقى. ولما رجعت العب سكواش، وكان مدربي للسكواش كابتن كامل رأفت هو اللي قال لي ما تيجي تجربي تلعبي ريشة. هو كانت منتخب الريشة الطايرة، فساعتها ابتديت، وبعد 3 اسابيع طلعت ثالث جمهورية تحت 12. وفضلت بقى مكمله الحمد لله. السنين اللي بعدها كنت باخد اول لغايه لما اتاهلت البكين 2008. بعد 2008 يعني 2008 كنت اول لاعيبه عربيه وافريقيه تتاهل اولمبياد. وكسبت الحمد لله اول راوند في بكين. وبعد كده في 2010 اخدت مركز اول افريقيا. كنت اول برضو مصريه وعربيه تاخد اول في افريقيا فردي بنات. بعد 2010 الحمد لله قدرت ان انا اتاهل من اول راوند في لندن 2012. فكان 1/5 عرفت ان انا اتاهلت للندن. والحمد لله لعبت في لندن برضو بمستوى احسن من اللي انا اديت بيه في بكين، بس كان يمكن الماتشات اصعب لاني لعبت ثالث العالم. والحمد لله بعدها يعني رغم ان انا كنت بفكر ان انا ابطل، لا ده احنا محتاجينك لازم. الاتحاد رجعني العب تاني علشان كانوا عايزين حد يتاهل ان شاء الله لريو. فاحنا الحمد لله دلوقتي احنا في فتره التاهيل لغايه 30/4 لازم نحافظ على الرانك بتاعنا، بالذات في الميكس. يعني انا في الفردي انا ثالث افريقيا مش اول زي قبل كده. فبرضه بحاول في الفردي وربنا يسهل. وفي الميكس احنا 44 في الرانك الاولمبي. فلو فضلنا من الاول 50 واحنا اول افريقيا نتاهل ان شاء الله. فاحنا لازم نحافظ على ال 44 على العالم او نبقى احسن ان شاء الله لغايه 30/4 ان شاء الله عشان نتاهل لريو ان شاء الله ونمثل مصر في ريو ونحاول نحقق اكتر. هاديه من خلال كلامك دلوقتي يمكن لمست حته مهمه جدا، وانت قلت طبعا بعد تاريخك الكبير في اللعبه جيتي في مرحله كده ستوب كنت هتعتزلي. هل ده راجع فعلا ان الاتحاد المصري للريشه ما بيقدرش اللعيبه او ما بيحاولش يذلل بعض الصعوبات عشان كده ممكن لاعب مع اي صعوبه بيعتزل، ولا ممكن قله الاحتكاك فاللاعب لما بيحس ان هو يعني موفقش في بطوله بيجي له احباط فلازم يؤهل نفسيا تاني علشان يكمل مسيرته؟ ودي في كل الالعاب عشان تبقى عارفه، مش في كره الريشه بس او لعبه الريشه. لا والله انا يعني بعد 2012 انا كان السبب ان انا فكرت ان انا ابطل ريشه ان انا كنت قبل لندن انا كنت بتمرن في انجلترا في الجامعه هناك. فكنت رجعت بقى خلاص مصر وما كانش ساعتها في تمرين منتخب، وفكرت ان انا افتح الاكاديميه علشان امرن اطفال صغيرين. وابتديت فعلا وكده. وفي 2013 بعد ما فتحت الاكاديميه بفتره صغيره جدا كان الاتحاد ابتدى يطلع تاني بطولات ويشترك دوليا اكتر من الاول بكتير، وكنت من ضمن المنتخب ده. وساعتها دكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد اتكلم معايا على اساس ان انا احاول اتاهل لريو، والحمد لله يعني نجح جدا ان هو يرجعني العب تاني للمنتخب. الحمد لله يعني. الحمد لله. ودلوقتي يعني فعلا في اهتمام اكتر من زمان بكتير، والبطولات الدوليه والاحتكاك والمعسكرات اكتر من الاول بكتير. يعني انا شايفه ان احنا لو ما تاهلناش لريو يبقى ده غلط مننا احنا. لكن كل حاجه متوفره. لكن قبل لندن وقبل بكين كان موضوع يعني ما فيش اهتمام كبير. كان اهتمام والاقل يعني اهتمام كان بطولات افريقيه بس، ما كانش في بطولات دوليه كتير. المجرد ان انتوا تشاركوا بس مش مهم يعني على بطوله عالميه. بالظبط. بس دلوقتي الحمد لله يعني عملنا معسكرات من اول رمضان اللي فات وكانت ناجحه جدا، وحققنا لاول مره في دوره الالعاب الافريقيه ميداليه في الفردي. انا جبت برونز في دوره الالعاب، وعبد الرحمن وعلي جابوا برونزيه برضو، كانت فضيه، كانت اول فضيه في تاريخ. هم يتكلموا بقى. الحمد لله. عبد الرحمن دايما بنقول لما يبقى في منافسه قويه بين الفتيات والشباب في منتخب بيبقى في صراع قوي جدا كله لخدمه المنتخب وخدمه النتائج العالميه. انت بالنسبه لك برضو كانت البدايه زي هاديه كده بدايه مبكره، ولا دخلت انت متاخر في اللعبه ولكن الحمد لله باصرارك حققت انجاز وتالق وحققت ميداليه قويه سواء كان على البطوله الافريقيه والعربيه؟ هو كانت بدايتي برضه عندنا الابطال بيعلوا صوتهم شويه. انا بدايتي برضه كانت 10 سنين. كنت عندي 10 سنين كنت بقى في نادي اتحاد الطلاب اللي هو في العجوزه. كان مجرد نشاط مدرسي. وزاره التربيه والتعليم. كان نشاط مدرسي مش منافسه وكده. فكان بالصدفه كابتن محمود عزت اللي هو مدرب منتخب حاليا كان هو اللي بيمرن في اتحاد الطلاب.
فشافني وعجبته وكلم والدي بقى وقال له ان هو هيبقى بطل ان شاء الله ولازم يعني لما شافك هو عجبته وكلم والدك وهيكون طلب ايدك. الحمد لله بقى. بس فابتديت العب في النادي الكشفي العربي. الحمد لله كان برضو من اول سنه حققت ميداليه برونزيه، كان بقالي 3 شهور بس بتمرن. ومن السنه اللي بعدها بدات اخد اول بانتظام كل سنه في سني. تمام. وبعد كده انتقلت لمرحله العمومي، ابتديت برضو اخد اول كل سنه الحمد لله، كل ده تحت قياده كابتن محمود. الحمد لله. الحمد لله. بالنسبه للبطولات الدوليه وكده، انا وهاديه اشتركنا في منتخب مع بعض ثنائي مع بعض، عودتوا حتى لعب بعض. من يعني انا وهي دخلنا منتخب في نفس السنه. في نفس السنه كان عندي ساعتها 13 سنه تقريبا، ومن ساعتها وانا بلعب معاها ميكس يعني زوجي مختلط. تمام. هل بتشوف الزوج المختلط اسهل ولا الفرد، باعتبار طبعا في كتير قوي ما بيلعب مختلط يقول لك والله انا اتغلبت كانت هي مش مساعده معايا، انما لما يبقى الواحد لوحده يقول لك خلاص مفيش مفر بقى مش هرمي اللوم على حد. لا هو هي بتضحك، هي اللي بتضحك. احنا عندنا في الريشه الايفنت الفردي غير الزوجي الميكس خالص. يعني ده بيتطلب حاجات تدريب تاني وحتى التصنيف حتى بره بيبقى في تخصصات. يعني اللي بيلعب فردي ما بيلعبش زوجي ميكس. احنا عندنا يمكن عشان الموضوع في افريقيا اسهل شويه بيلعب ممكن يلعب فردي وزوجي. انما بره لو لعيب زوجي ممكن يبقى لعيب جامد جدا بس في الفردي يخسر من اي حد. لكن انت لقيت نفسك في الزوجي؟ انا مؤخرا انا كنت الاول بلعب فردي لحد ما جات لي اصابه يعني كده. لا الف سلام. فبالنسبه لي الزوجي والميكس بسد فيهم احسن. انما الفردي بيحتاج حركه ومجهود اكتر بكتير من الزوجي. يا كابتن احمد، بالنسبه لك واحنا بنقول النهارده عشان القاعده تبقى عريضه والقاعده يبقى فيه اشبال كتير ومتنوعين، ايه المطلوب النهارده عشان نشر اللعبه اكتر ونشوف لعيبه من الجنسين؟ وعشان كده كل ما القاعده بتتسع بيبقى البطولات اقوى، وحتى بنقول قماشه المنتخب كبيره ناخد منها اللي احنا عايزينه. والله حضرتك الموضوع عشان بس الانتشار ده عايز قصه كبيره يعني. بس نلخص. هي طبعا المفروض فيه يعني تسويق من الاتحاد بتاعنا ان هو يبدا يسوق اللعبه ازاي. طبعا لازم نروح للمدارس، لازم نشوف بطولات للجامعات، لازم ننشر لعبه اكتر تبقى لعبه اساسيه في المدرسه زي كره القدم زي الباسكت زي الفولي. نشاط اساسي. وده حاليا الاتحاد عمله في برنامج من الاتحاد الدولي اسمه الشاتل تايم اللي هو بيدخل الريشه في المدارس. والاتحاد بتاعنا دلوقتي تبنى البرنامج ده وبدا يتحرك على المدارس، يدعم المدارس، يبدا يعمل لهم دورات تدريبيه للمدرسين عشان خاطر يبدا يدخل اللعبه في المدارس. فنبدا ننشر اللعبه شويه. محتاجين تاني برضو ان الانديه تخش فيها اللعبه اكتر، لان الانديه اللي عندنا محدوده شويه اللي فيها اللعبه بالظبط. فدي حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه طبعا بقى الاعلام شويه يبدا يسلط الضوء شويه على اللعبه. معاكم على طول اهو. اي فريق بيتقدم وبيحقق نجاح احنا وراه على طول. ما بالظبط حضرتك عارف ان الاعلام اكيد ليه دور يعني. فلما نسلط الضوء شويه على لعبه وابطال زي الابطال اللي موجودين بتفرق كتير طبعا. الناس تشوفهم تعرف ان اللعبه وبيحبوا اللعبه الناس كمان بالزبط. من خلالها. كابتن احمد، دايما كل لعبه رياضيه بيبقى لها مقومات جسمانيه ونفسيه وعقليه للاعب عشان يبقى متألق ونجم مش مجرد ممارس. لعبة الريشة بالنسبة لها ايه اللي بتشوفه دايما في الناشئ ده تقول هيبقى بطل وحقق انجاز وتألق مش مجرد ممارس؟ انا شايف بتضحك كده اللي قدامك هم دول ابطال ولا لا؟ طبعا. لا حضرتك في مقومات كثيرة طبعا. زي اولا المقومات البدنية دي مهمة جدا. لازم اللعبة عندنا بتتطلب لياقة بدنية عالية، وبتتطلب سرعة رد فعل عالية، بتتطلب مرونة عالية. اللعبة عندنا كمان بتتطلب مستوى ذكائي كويس جدا، انك بتلعب بخطط معينه وباستراتيجيات معينه في الملعب. فدي بتتطلب برضو نوع من انواع الذكاء في الملعب، ده مهم جدا. بتطلب طبعا عوامل نفسيه اكيد طبعا، ان كل لعبه فرديه محتاجه انك ازاي تاهل اللعيب كويس قوي كلاعب، انك يعني تقدر تقنعه وتديله ثقته بنفسه ان هو يقدر يكسب في المباراه، وتديله كمان ثقافه الهزيمه والانتصار. طبعا عشان في واحد زي بما بيتغلب بيزعل اقول مش هلعب زي طبعا كابتن هادي كده قال لك انا هنسحب. لا هي ممكن عشان بس حست ان فتره من الفترات انها ادت دور كبير قوي وقدرت تجيب ميداليات لمصر، فحست انها ممكن تكون يعني زي ما تقول كده شبعت. بس لا ما فيش. انا بشوف ان الرياضه ما عندناش حد بيشبع لما يجيب ميداليه اولمبيه. بالظبط احنا ما عندناش. كابتن احمد، دايما واحنا بنتكلم على اي لعبه طبعا احنا فاهمينها وعارفينها، وحتى اللي بيبقى يتفرج علينا من خلال لعبتها بيبقى عارفها، ولكن الاسر المصريه بقى اللي عايزين يعلموا اولادهم اللعبه دي بنشرح برضو كده بشيء بسيط كده الملعب بيتكون من نقول مساحته قد ايه، الاصابات بتبقى ازاي من خلال كره الريشه او الريشه الطايره، على اساس بيتحسب التايم ازاي والوقت. طيب هو حضرتك احنا الرياضه بتاعتنا الملعب بتاعنا مساحته يعني طوله 13 متر 40 في عرض 6 متر 80 سم، ارتفاع الشبكه حوالي متر 55 متر ونص. تمام. لينا حدود ملعب للفردي غير الزوجي.
كل المطلوب من اللعيب ان هو يلعب قصاد اللعيب اللي قدامه، يعني شبيهه شويه بالتنس شويه ان هم بيلعبوا قصاد بعض. المطلوب ان هو ينزل الريشه في ملعب الخصم عشان يقدر يكتسب نقطه. الجيم بيتكون من 21 نقطه، اللي طبعا من 3 اشواط، تكسب شوطين من الثلاثه زي خلاص. التنس الطاوله زمان كده بالظبط، يعني تقدر تكسب شوطين خلاص انت تفوز على الخصم اللي قدامك يعني. هادي برجع لك تاني وبقول يمكن كل لاعب او لاعب يبقى له ستايل معين في الاداء كده، يمكن ده حتى اللي بيحتفظ بيه لنفسه عشان لما بيلاعب المنافس بادواته اللي هي طبعا من خلال تصويبه بيحقق نجاح وتالق. هل دي بتبقى كل واحد زي كل لاعب كده له بصمه معينه في الاداء، ولا كلها بنقول خطوات مكتسبه من خلال الممارسه في لعبه الريشه؟ اكيد طبعا كل لاعب بيختلف عن اللاعب التاني. في لاعبين ممكن ما يكونوش موهوبين خالص بس بيتمرنوا كتير وهارد وركرز، يعني بيستوعبوا في التمرين اكتر من الناس الموهوبين. بالنسبه لي انا، يعني انا في لعبي دايما بحب ابقى اتاك، ما بقاش يعني بشوط دايما واخلص النقطه، ما طولش في الرالي كتير. في لاعبين تانيين بيلعبوا رالي اكتر من ان هم يخلصوا النقطه بسرعه. فمتهيألي ان ده كل واحد يشوف هو بيكسب بايه ويعمله. مقوماته الجسمانيه والنفسيه. يعني انا بحب ان انا اخلص النقطه عشان ما اجريش مش عايز اوجع دماغي. لا بس في مثلا اللاعبين ما اقدرش العب قدامهم كده، لازم ان انا العب اطول النقطه، لازم الواحد يستعمل ذكائه في الماتش. مش بتشوف الخصم بتاعك بيلعب اداؤه ازاي وتتفاعلي معاه بالظبط كده. يعني لازم يبقى عندي مرونه في اللعب بتاعي. الزوج ده بيحتاج ان لازم يبقى فيه يمكن اتفاق عقلي ونفسي مع طبعا زميلي اللي بيلعب معاه عشان يبقى كل واحد عارف اما ده بيطلع ده بيرجع، ولا كلها بتبقى حاجات مكتسبه من خلال الممارسه الطبيعيه؟ مش مهم ان الواحد يبقى فاهم كده بنظره العين امتى اخش وامتى اطلع؟ لا طبعا بيبقى لازم الواحد فاهم اللي معاه جدا. يعني انا وعبد الرحمن بنلعب زوجي مختلط من واحنا عندنا 14 و13 سنه. خلاص بقيتوا عارفين كل حاجه. خلاص بقينا عارفين وبنكلم بعض في الملعب. يعني لو في ريشه انا مش عارفه اجيبها اقول له روح انت جيبها. يعني بنتفاعل مع بعض وبنكلم بعض في الملعب. بس طبعا التمرين مهم جدا طبعا. لان في حاجات ما نقدرش ان احنا نتكلم بعض فيها، لازم تكون دي بتاعتي انا بس. لازم انا الريشه دي انا اللي اروح اجيبها. كله طبعا تمرين مع الاتفاق. يعني عبد الرحمن مطيع بيروح يجيب الريشه على طول. عبد الرحمن الحقيقه شايلني جدا بيتبهدل يا حرام. عبد الرحمن بتشوف لعبه طبعا الريشه الطايره لها عمر افتراضي في الملاعب زي اي لعبه لها بدايه ونهايه، ولا طالما الحمد لله عنده لياقه ومرونه ممكن يعدي ال 40 سنه زي العاب كتير جدا، العاب فرديه مرتبطه بالمضرب او مرتبطه برضه بالسباحه؟ هي حصلت قبل كده ان في لعيبه عندها يعني وصلت ل 40 وكملت، بس برضه مهما كان بيبقى ليه مستوى قليل شويه. يعني ما ينفعش مثلا ينافس على بطوله عالم، ما ينفعش ينافس على اولمبياد، يبقى منافس محلي. بالظبط، منافس محلي او ممكن دولي في بعض البطولات، ممكن بطولات افريقيا، بطوله دوليه ضعيفه شويه. انما دايما بيبقى الشباب اللي هو في سن 22 ل 25 هو ده بيبقى احسن سن. لازم لاعب ريشه الطايره بيبقى له تمرينات سويدي شويه بتعمل تقويه للدراعين، ولا دي ممكن تجيب اثر سلبي؟ ممكن يحصل له مثلا الدراع يبقى عضلاته قويه ففي نفس الوقت يبقى متكتف شويه. لا طبعا، هو احنا لينا ليميت للعضلات، يعني ما بنحاولش نضخم في العضلات قوي. لان احنا العنصر الاساسي عندنا الخفه. ان انت تبقى بتتحرك بسرعه، فالتكتل العضلي الزياده عن اللزوم بيأثر طبعا على خفه اللعيب. فاحنا بيبقى لينا تمارين معينه بنعملها بحيث نقوي العضله مش نضخمها. هاديه بتشوفي ايه اللي ينقصنا النهارده الانطلاق الى العالميه بكل ما فيها ونحقق فعلا ميداليه ذهبيه او فضيه او برونزيه في المونديال اللي جاي؟ هل لازم يبقى في احتكاك اكتر، ولا نقول الخبره اكتر، ولا ايه بالظبط علشان فعلا ما يبقاش نقول احنا ناقصنا حاجه ابدا، رايحين نجيب ميداليه ورايحين نجيب انتصار ان شاء الله؟ والله احنا ينقصنا بس التمرين الدائم. يعني كل المنتخبات بره بتتمرن صبح وبعد الظهر كل يوم. احنا لازم يبقى عندنا صاله بس للريشه الطايره في مصر للمنتخب، بحيث ان هي تبقى واخده كل المنتخبات بكل الاعمار، وتمرين صبح وبعد الظهر ومفيش اي يعني اي حاجه تعوقكم. بالظبط، لان ممكن انا عارف الملعب بيشتغل عليه حد تاني فبيقول لكم انتوا متنظم الوقت الملعب مع حد تاني. يعني احنا المنتخب عندنا بنحجز ملاعب 3 ايام في الاسبوع، فطبعا ده ما يكفيش ان احنا بنلعب بطولات عالميه. طبعا احنا دلوقتي الاحتكاك لا عندنا احتكاك كويس قوي، ان احنا بنطلع بطولات كتير دوليه، فما فيش مشكله في الاحتكاك خالص. هو كل اللي ينقصنا معسكرات خارجيه وتمرين دائم، صاله دائمه للمنتخب مصر فقط لا غير. ولسه دي مش متوفره لغايه دلوقتي؟ مفيش صاله للريشه الطايره بس في مصر للمنتخب.
هاديه، واحنا دايما بنقول لكل لاعب عايز يبقى عنده طموح وتالق ويصل الى العالميه، هل ده بيحتاج ان هو بينظم وقته فعلا بين الدراسه وبين التمرين، وايضا الغذاء بيبقى ياخده بمقدار معين، عارف ايه كميه البروتينات وطبعا الاملاح المعدنيه والفيتامينات، ولا كله ده بيبقى راجع للمدرب هو بحاطط نظام لازم الواحد يمشي عليه ما يشتغلش من دماغه؟ والله هو طبعا تنظيم الوقت هو اهم حاجه بين الدراسه والرياضه. يعني انا الحمد لله انا مش بس في منتخب مصر ريشه الطايره، لا انا مدرس مساعد في الجامعه فارماكولوجي. تمام. فالحمد لله انا ما وقفتش دراستي عشان خاطر الرياضه ولا الرياضه عشان خاطر لا ما خلاص قلت استاذ مساعد، ما هنقول ايه بقى. الحمد لله الحمد لله. بالنسبه طبعا الغذاء لازم طبعا يعني الواحد يمشي على نظام معين، طبعا بالتنظيم مع المدرب بتاعه، ولو ينفع يروح لدكتور، لان الواحد لو ما اتغذاش كويس ممكن يقع، حتى يعني لو هو بيتمرن بس هيقع، ولو بيتمرن وبيذاكر كمان صح. لازم ان هو يعني يمشي كل حاجه مع بعض بتوازن. ده شيء مهم جدا. عبد الرحمن، بتشوف ان الاسره المصريه بيبقى لها دور جدا وراء اللاعب اللي بينجح وينبغ ويحقق انجاز، ولا طالما الواحد عنده اصرار وعزيمه مش مهم حد يدفعه للامام؟ لا طبعا الاهل عليهم عامل كبير، بالذات في البدايات او لحد في بدايه النشء هو صغير لسه. بالظبط، لان هم برضو مهما كان هم اللي بيوجهوه، وهم التشجيع يعني الواحد بيبقى اهله بالنسبه له في السن ده كل حاجه اكيد، فان هو يلاقي تشجيع منهم ده شيء بيساعد بشكل كبير جدا في تطور مستواه. لان لو حس ان هم مش موافقين او مش مشجعين ممكن يبطل اللعبه اصلا. المكافأة الحمد لله ماشية في توقيتها وكله تمام، ولا برضو الاتحاد يعني بيأخر شوية عشان كده تلاقي لمسية اللاعب يقول لك انا ما خدتش بقى فلوس مش هشتغل بالمزاج او العب بالتفريغ؟ والله كل حاجة فيها إعاقات يعني، بس الحمد لله السنة دي يعني أنا كنت أول مرة أتكرم مرتين من الوزير، مرة بعد دورة الألعاب الأفريقية ومرة قبلها من غير أي سبب. إحنا بس كنا الرانك بتاعنا أول افريقيا في الزوجي مختلط، واتكرمنا حتى معنويا. يعني مش لازم حتى تبقى ماديا، لا معنويا كمان بتفرق جدا يعني. حتى لو في تاخر في كل الحاجات الماديه، لا المعنوي بيفرق. بس برضه لو شيك صغير كده ما يمنعش. اكيد طبعا ما يمنعش. لا يا عبد الرحمن اكيد طبعا. برجع طبعا للكابتن احمد واقول لك، هل فعلا بتشوف النهارده لاعب كرة الريشة محتاج فعلا دعم من الاتحاد المصري للعبة وايضا وزارة الشباب والرياضة عشان يحس ان هم اللعبة عليها تسليط اضواء وفي نفس الوقت توفير امكانيات مادية فيبقى الاقبال كبير، ولا الرك على الاسرة المصرية؟ لا هقول لحضرتك، هو بامانه طبعا اكيد محتاجين دعم، بس انا هقول لحضرتك بمنتهى الامانه الدعم الفتره الاخيره كانت لا في دعم والاتحاد كان بيصرف على الاولاد. هو نتكلم في الدعم الكافي ليهم ان هم نكمل الاخر ولا مش كافي، دي النقطه. لكن الدعم موجود، في دعم بيجي، في دعم من الوزاره بيجي. دكتور علي بصراحه باذل مجهود معاهم جبار ان هو يتكلم مع الوزير او اللجنه الاولمبيه عشان خاطر يعني كله ماشي تمام. ان شاء الله باذن الله، يعني ربنا يسهل بس للاخر يعني ان شاء الله. احنا في نهايه حلقتنا بنشكركم ونتمنى ان شاء الله من خلال استضافتنا معاكم دي تكون ان شاء الله دي انطلاقه كده، واحنا بنقابلكم وانتم جايبين لنا ان شاء الله ميداليات ذهبيه او فضيه او برونزيه من ريو جانيرو، ونقول دول فعلا ابطالنا بجد المصريين اللي بيحققوا لنا نجاح وتالق. شكرا كابتن احمد وبنتمنى لك التوفيق، وكابتن هاديه حسني وكابتن عبد الرحمن كشكل. شكرا. مشاهدينا الاعزاء، شفنا مع بعض قد ايه النهارده فرحه وسعاده لما بننقل نبض لعيبه متميزين بيتاهلهم لافضل ما يقدم من خلال مونديالات الالعاب وهي ريو جانيرو، اللي بنتمنى ان شاء الله كل واحد بيشارك يكون وهو جاي معاه ميداليه غاليه عليه وغاليه على كل المصريين، بتضاف لرصيده ولرصيد الالعاب المصريه المختلفه. وبنقول لكل محب وعشاق الرياضه من خلال برنامجنا ابطال على الهواء، احنا بنتابع كل يوم وبكل ساعه وكل دقيقه ابطالنا بجد بيحققوا انجاز وتالق، ودايما بنحاول ننوع بالالعاب لان في النهايه دي كلها الالعاب اللي بترفع على مصر وبتحقق انجاز وتالق على المستوى العالمي. اعزائي المشاهدين، بكده نكون وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا من برنامجكم ابطال على الهواء، وعلى امل اللقاء بكم وابطال جدد في كل الالعاب الفرديه والجماعيه. نشكركم والى اللقاء. la 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 la